اهلا وسهلا بيكم. معاكم محمد عبلة. النهارده ان شاء الله هتكلم على موضوع مهم جدا، وهو دراسة السوق قبل الشروع في عمل براءة او الدخول في عمل براءة للفكرة. او هقول مثلا انت نويت تختار حاجة من افكارك تبتدي بيها، كويس؟ فهقول لك حاجة مهمة انا كنت لمحت عنها، لكن انا حصل تجربة او مناقشة بيني وبين حد ان شاء الله، يعني ربنا يكرمه يا رب. متميز، اختراع متميز، هو شاطر في التسويق وما شاء الله عمل اختراع كويس. فيعني اعتقد هو اكتر واحد ناخد منه معلومة واقعية، بجد حاجة واقعية وحاجة حقيقية حصلت، ومناقشة تمت بيني وبينه. ان شاء الله الشخص ده شخص متميز. فكرته جميلة جدا، مش هقدر اقول لكم على الفكرة طبعا، لكن هديكم كده مثال واقول لكم هو بحيثيات الموضوع إيه، بحيث انت تستفيد لما تبدأ تاخد خطوة في اختراع. فعلا لا بتفرق، لان انا الحمد لله بشتغل في موضوع تجهيز براءة الاختراع وعمل النماذج والكلام ده، لكن فعلا الفكرة دي مختلفة بشكل كبير. فممكن نقول دي اعلى حاجة ممكن توصل لها، يعني ممكن دي اعلى حاجة تسويقيا ممكن توصل لها، كويس. فخلينا نقول لكم المثال او اللي دار ما بيني وما بينه. كويس، الشخص ده ما شاء الله هو جاي من بره، من الوطن العربي، يعني من مكان ما. مش عايز يعني اقول الشخص الا لو هو، يعني ممكن بعد كده بستأذنه ونحاول نخليه يعني لو حتى يتكلم، لان هو ما زال موجود في مصر. هو جاي مخصوص عشان عنده هدف وحلم، عايز ينفذ حاجة معينة، كويس، اختراع بتاعه، كويس. الفكرة اللي هو ما شاء الله، عشان برضو الناس خلينا نقول أمثلة، هو ما شاء الله عنده أمثلة كتيرة جيدة احنا ممكن نستفيد منها. طبعا ما شاء الله سنه مثلا قرابة حاجة وستين، كويس. آه، يعني ما شاء الله حماس الشباب، يعني انا عارف في شباب يعني للاسف ما عندهمش حماس لتنفيذ الفكره، واللي هو يعني يتعب على الفكره بتاعته. لا هو ما شاء الله عنده حماس، عنده علم، وده مهم جدا. لان الفكره اللي انت عايز تعمل فكره وتنفذ مشروع، لكن ما عندكش علم، حتى مش مهم حاجه في تخصصيه في التنفيذ، لا هو فعلا الحلو فيه جدا اللي هو بيدور على كل اهل تخصص يديهم الحاجه يعملوها له، وده كويس، تمام. مش شرط يفتي في كل حاجه، وده كويس جدا ان انت بدل انت لقيت اهل التخصص اديله الموضوع وتابع معاه، مفيش فيها مشكله، كويس، وده حاجه جيده جدا. نقطه تانية، رغم ان الفكره او الاختراع يعني بتاخد بمرحله اللي انت بتفكر الاول فيه، وبعد كده عايز يعني انت وجهه نظرك ان الفكره دي جيده وكويسه وكل حاجه، كل ده بيبقى من دماغك، حلو، احنا ممكن نعمل كده في الفكرة نفسها. لكن فكرة دراسة السوق بتاع الفكرة دي محتاجة شوية مجهود، شوية بحث، تمام. الفكرة بتاعته، خليني اقول لكم مثال عشان برضو اديكم مثال يعني الى حد ما واقعيا شوية، اقرب مثال ليه. هنقول اعمدة الانارة او البردورة بتاعت العربية، بتاعت الرصيف بتاع بتاع الطريق. البردورة عارفينها، اللي هو اللي بيبقى على حافة الطريق، ده اللي بيحدد الطريق جنب الرصيف، كويس. خلينا نقول البردورة مثلا، تمام. الشخص ده فكرته في البردوره مثلا كمثال، طبعا بقول مثال. لما جيت انا الحمد لله انا مثلا بشتغل معاه في الفكره والكلام ده، وبعد كده ان شاء الله بننفذ نموذج. لما نيجي نبص للسوق الفكره، كويس، هو ما شاء الله يعني فاهم جدا. قعد مع ناس، قال لي انا اجتمعت مع فلان وفلان وفلان في كذا مكان، متخصصين ولهم خبره في تنفيذ مشاريع حكوميه خاصه بالطرق. شوف النقطة أنا عايز أتكلم على إيه. دراسة السوق دي فعلا فرقت. أنا بالنسبة لي لما أنا بشتغل في الفكرة وشايفه هو فاهم في الجزء ده، طبعا هو ما شاء الله طبعا، يعني هو شاطر في التسويق على اللي أنا شايفه، وهو طبعا من كلامي هو عنده يعني فكرة التسويق عنده ما شاء الله فيها إبداع كويس جدا. المهم اللي هو أخد خطوة، اللي هو بدأ يسأل ويجتمع مع ناس اوريدي في السوق، وهو ده مهم جدا. تجتمع مع ناس وتسأله حجم السوق إيه. هاقول لك يعني أنا مش كنتش متخيّل، يعني يمكن أنا كنت لو أنا يعني حد يسألني تخصُّص، لإن أنا قبل كده اتكلّمت قُلت الحاجات الحكومية أو الحاجات اللي فيها تعاون مع حكومة بتكون صعبة، لإنها حاجة يعني بيبقى صعب إن أنت توصل لdeal مع حكومة أو مع حاجة، لإن الحاجات دي في الغالب حاجات حكومية بيستخدمها. لكن هو شُغله في البردورة ده ينفع لقرى سياحية، ينفع لحاجات حكومية طبعًا، لكن موضوعه أساسي ومطلوب. هي الفكرة بقى في كده،
اول حاجه اساسي ومطلوب ولازم يتعمل في الشارع، ما ينفعش الشارع تمشي فيه بدون رصيف او بدون بردوره بتحدد الرصيف. كويس، فدي حاجه مهمه، حاجه اساسيه. دي اول حاجه. يعني هقول لك نقط ذكيه جدا في التسويق او في اختياره. انا عايزك تختار قبل ما تدخل المجال، يعني قبل ما تعمل الفكره دي فكر في السوق بتاعها، وانت ليك الاختيار. انا مش هقول لك اعمل فكره بس زي اختراعاته اللي هو التخصص اللي انا هتكلم فيه ده. لا، انا عايزك الاول تعرف حجم السوق بتاع اختراعك، متوقع قد ايه. لازم تتوقع، لازم تتخيل حجم السوق، لازم تعرف هما بيبيعوا قد ايه. كويس. يعني درجة واحنا بنتكلم فبيقول لي انت شايف الفكرة دي تديها تقدير كام؟ قلت له لا، انا ما اقدرش اقول له حاجة لانه ما شاء الله فاهم. فهو راح جاي قاعد حسب لي، قال لي الكيلو ياخد، هو طبعا من خبرته اتعلمها من حد متخصص اوريدي اشتغل في مشاريع حكومية واشتغل في طرق. فقال له الطريق مش عارف الكيلو ياخد كام قطعة. كويس. الرصيف مقسم مش عارف لقد ايه. آه، هو عارف بالظبط الكيلو ده مثلا يتكلف كام قطعة بالظبط بالعدد، فيقدر يحسب فعلا الطريق كده. شوف ما شاء الله، انا بقول الخبرة او دراسة السوق لدرجة قد ايه. كويس. فالفكرة اللي هو دراسة السوق وانك انت تعرف معرفة، هتعرف اختراعك ده قيمته ايه. فهو حتى لما سألته لا انا ما اقدرش اقول لك. هو لما قال لي قلت له طيب انت اللي عارف، انا ما اقدرش اقول لان هو اوريدي. قلت له ما بحبش افتي يعني في حاجة انا مش عارفها. تاني حاجة انت اكتر علم بالفكرة دي بشكل كبير. كويس. المهم، لا نرجع نتكلم نقول اللي هو الفكرة نفسها. آه، مش هتكلم بقى عن انها فكرة متميزة او لا، خلاص مش عايزين نتكلم عن الفكرة. انا عايز اتكلم على المثال اللي انا بتكلم فيه. الفكرة زي ما اقول هي فكرة اساسية مطلوبة. كويس. الميزة ان هي فعلا اقل ديل تعمله مثلا مع قرية سياحية او مع حاجة او مع حكومة او حاجة، مش اقل، فعلا فعلا مش اقل مثلا من ايه، هنقول ايه، مليون قطعه، 500 الف قطعه مثلا. دي اول حاجه، انت ضمنت الكميه بشكل كبير، ودي حاجه جيده جدا جدا. اللي هو اختراعه، الديل بتاعه بكميه كبيره. يعني انا عايزك تفكر في اختراعك، وعلى الاقل مش هقول لك، انا بقول لك مش تبقى زيه، بس على الاقل تبقى انت فاهم الكلام هو زي هو الكلام اللي قاله ده. انت لما انا اسالك على اختراعك، او لما احنا ان شاء الله نخش المعرض زي الناس اللي ان شاء الله داخله معانا المعرض، لازم يكون عندك رد على الأسئلة دي. هو بيقول لي المتر مثلا يتكلف ياخد كام قطعة، في الكيلو يتكلف كام قطعة، الشارع يمين وشمال يتكلف كام قطعة. حافظ الكلام ده في دماغه، ده ما طلعليش ورقة او قلم على فكرة. انا بقى انا عايز اوصلك لرسالة ايه. لازم تبقى فاهم فكرتك بالطريقة دي، عارف بالظبط جهازك ده انت متوقع يتباع منه كام. هو برضو على اساس، خلي بالك برضو من النقطة دي، على أساس موجود قبل كده. هو بيقول لي أنا لما سألت وعرفت اللي هم بيشتغلوا بالنظام العادي بيعملوا كذا كذا وبيكلف كذا، حتى السعر هو عارف التكلفة كام. يعني هو عارف حتى الشارع الكيلو ده مثلا بيكلف كام. كويس. وعارف الشوارع الدولية في الغالب على مستوى مثلا السعودية قد ايه، عارف مثلا متوقع، تخيل يعني، تخيل عارف الشوارع كمان المساحات قد ايه، كام كيلو في المكان الفلاني، كام كيلو في المكان الفلاني. يعني ما شاء الله، شوف الخبرة في التسويق. هي دي عبارة عن بحث ومعرفة، وانك انت تبدأ تقابل ناس تعرف منهم، تاخد منهم خبرة في معلومات عن حتى تدور حوالين اختراعك او تخصص اختراعك ده. كويس. نرجع نكمل النقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها. بقول لك اللي هو عارف الجهاز بتاعه ده هيتباع قد ايه. كويس. تكلفة الجهاز مهما كان على الكمية دي ولا حاجة، مهما كان بصراحة. يعني هو فعلا ما شاء الله على الفكرة وعلى دماغه. آه، فعلا دي حاجة أساسية وبتحصل وبتتم، وهو عارف التكلفة، وجهازه أرخص، واللي هو قصدي بيعمله يعني أرخص من اللي هم بيكلفوه، لأن هو برضه عارف الكيلو ده بيتكلف كام. فاهم قصدي؟ انا بقول لك حتى لما ان شاء الله تكون معانا في المعرض لازم تكون ملم بالتفاصيل دي، ودي اللي انت هتبحث عنها، دي انا مش هقدر ابحث لك عنها. دي حاجات خاصه بيك انت، تعرف اختراعك السوق بتاعه ايه او اقرب حاجه ليه ايه. هو طبعا بيتكلم عن اقرب حاجه ليه، ولقى اللي هو اقرب حاجه ليه اغلى منه بكتير. كويس. بالعكس هو عنده مميزات وسعره هيكون ارخص كمان. تمام. لكن انا بتكلم على حجم السوق، ودي حاجه ممتازه جدا جدا جدا. تاني حاجة، معاملاته هتكون مثلا مع ناس هي اوريدي مسؤولة عن أكتر من حاجة. فنجاحه مثلا في شارع واحد مع الحكومة هيخليه يعمل تقريبا المدينة كلها. كويس. يعني إذا كان هيعمل فعلا بالحسابات، ممكن توصل إنه تعمل
تقدم مليون قطعه على يعني مع حساباته ممكن تعمل مليون قطعه. تمام. ده فهو فعلا بيفكر ازاي، وسأل والله العظيم برضو ما شاء الله برضو ربنا يكرمه، سأل في مصانع ازاي عايز يصنع القطعه دي برضه بشكل تقديري. كويس. سأل مصنع، ده حقيقي الكلام ده حصل يعني، مش برضه ايه يعني. انا كان حد مره زمان قال لي كده، قال لي انت لما انت عايز تعمل دراسه جدوى، عايز تعمل دراسه جيده، اسال بشكل واقعي. خش مثلا عندك اسهل حاجه علي بابا، خش على المصانع الصينيه، قول لهم حاجه قريبه من فكرتك، قول له انا عايز اصنع النموذج ده، او انت شوف هتلاقيه باين بيحط النموذج ده بسعر مثلا، تكلفه مثلا معينه بدولار مثلا، فانت تبقى عارف رينج الفكره بتاعتك دولار. طب انا لو عايز كميه تساله بقى، لو انا عايز مثلا ايه 50,000 قطعه تقدروا تعملوها في ايه، هيقول لك هو حتى الشخص ده عارف حافظ خط الانتاج يعمل قد ايه، فقال لي خط الانتاج يعمل 30,000 قطعه، لو انا عايز اعمل مش عارف كام قطعه في اليوم يبقى انا محتاج اعمل كذا خط. فاهم قصدي؟ انا بقول لك شايف التصور والرؤيه لتسويق الفكره واصل معاه لايه. دي معلومات عنه، هو مش يعني مش بيسوق الفكره كمان، ده هو بقول لك هو دي معلوماته عن المشروع بتاعه. انا عايزك يبقى عندك معلومات عن المشروع بتاعك زي ما انا، هو خد الخطوات دي. كويس. فزي ما بقول عارف الكميه بتاعته قد ايه، عارف الكميه اللي ممكن تنتج قد ايه، لان انت ممكن اختراعك يبقى صعب تنفيذه، وده لازم تعرفه. يعني مهم تبحث شويه عن المعلومات دي قبل حتى لو انت بتختار افكار، اللي اقصده هتختار اكتر فكره ليها حصه تسويقيه كبيره، ليها طبعا مساحه من تنفيذ سهل بس صعب. كويس. حاجه كمان هو عارف الفكره بتاعته دي منافسينها ايه، ودي مهمه برضو. كويس. في النهايه مش عايز اطول عليكم الفيديو، هو اختيارك للفكره مرتبط بتسويقها هيكون ازاي. تمام. دي حاجه لازم انت تعرفها، مش هنقول ايه انا اعمل فكره واشوف حد يسوقها لي، للاسف دي حاجه سيئه. تعالى نسوق فكرة صعب تنفيذها، ملهاش عميل، فكرة العميل مش مهتم بيها، شايفها غالية عليه، للأسف فكرة هنقول سيئة أو فكرة غير ناجحة بالمرة. مهم تدرس السوق وتفهم السوق. خلينا نشتغل يعني بذكاء شوية. الأول اعرف الفكرة وانت بتفكر فيها كده وخلاص، لسه الموضوع على ورق، اعمل سيرش كده، شوف أقرب حاجة ليها، شوف حجم السوق، هو حجم السوق بتاعه شجعه، واللي خلاه عنده حماس لما قعدنا نحسب ما شاء الله يعني فعلا ارقام رهيبه. يعني انت بتتكلم على بلد تسحب منه كميه قد ايه من المنتج، كل بلد على مستوى العالم هتاخد منه قد ايه في الطريق. كويس. ده يعني ما شاء الله هو مش هيعرف يغطي انتاج العالم، انا شايف كده يعني. هو لازم يخلص، يبتدي في بلد او ياخد خطوه خطوه، او يبدا يدي طبعا حق انتفاع في اكتر من بلد، لان هو مستحيل شخص يعرف يغطي كل الدول دي انتاج المشروع بتاعه. كويس. ان شاء الله ربنا يا رب يكرمه. ادعوا له برضه، احنا عايزين ندعي عشان ربنا، عشان طبعا احنا ايه، الملائكه تقول لنا ولكم بالمثل. كويس. فانت ادرس السوق بتاعك اولا، اختار الفكره على هذا التفصيله. كويس. اللي هو السوق بتاعي ايه، مين هيشتري مني، كميه اللي انا هبيعه قد ايه. كويس. ما تفكرش في التقطاعي خالص، لان في مخترعين او في رجال اعمال للاسف يقول لك احنا نبدا نعمل كام قطعه، ده فشل. اللي هيقول لك كده انسى، ما تشتغلش معاه اصلا. يقول لك هنعمل كام قطعه ونبدا نسوق وندي للمعارض. انا اول ما كان حد بيقول لي كده ببقى عارف خلاص دي نهايه المقابله معاه. كويس. لا، فكر في الكميه، فكر فاحنا ايه الاساسي اللي هيشتغل معايا، مين اللي هياخد مني كميه كبيره، طب هبيع كميه قد ايه. كويس. يعني انا مثلا لما جيت ادور على اختراعي لقيت مثلا شركه تويوتا اعلى شركه تنتج تقريبا مليون قطعه، مليون عربيه قصدي في السنه، كمثال ده سوق يعني. كويس. لكن في النهايه ادرس السوق قبل ما تاخد يعتبر قرار فعلي في الشروع في شغلك في الفكره بتاعتك. عايز تشتغل الفكره بتاعتك، معلش ادرس السوق الاول بشكل مبسط، بدأت تشتغل عليها وتنفذ وتعمل لها براءة اختراع وتعمل نموذج، ادرس السوق بشكل منمق. لازم تعرف انا بقول لك هو بيقول لي كل حاجة، هو عارف الاسعار، عارف الانتاج، كل معلومات السوق عنده، وما زال هو دلوقتي بيشوف حد يسوق، بيشوف حد كمان يعمل دراسة جدوى. اهل التخصص بقى دي ايه، تكون حاجة مهمة. لكن دور على السوق اولا. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.